أن أقدم رسالتي هذه، وإن شاء الله تكون الرسالة واضحة وموضحة إلى رئيس الجمهورية الجديد 2024، واتخاذ القرارات الصحيحة في زيادة أجور الشعب والجيش والدرك والحماية والجمارك وعمال النظافة وكل من يحتاج إلى أجور ونقص في المعيشة في الجزائر، وتقديم رسالتي إلى تطوير في الوطن، وضع مصانع وعمل الشباب في المجال المعيشي، وتقديم إليهم أفضل المعاملات من عند الرئيس وأفضل تقديمات من عند الرئيس. وإن شاء الله توصل الرسالة تاعي هذه إلى رئيس الجمهورية واتخاذ القرارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مواطن من مواطنين الشعب الجزائري. أهلا وسهلا بكم في أول كلام للشعب الجزائري من صغيره إلى كبيره. وكما ضحوا واعتنوا بالوطن، وأرحم كل من دافع على الوطن الجزائري وبكل من هو جديد وقديم في الجزائر. تحياتي إلى الرئيس السابق عبد المجيد تبون وحسن خاتمته إلى الشعب الجزائري وكل إصلاحاته للوطن وكل التحسينات التي قدمها إلى الشعب. وتحياتي إلى المدعو حسني شريف، اللهم اجعل له نجاح في الانتخابات الرئاسية. والشكر التام إليه لأنه قدم زيارة إلى كل ولايات الجزائر واستقبلوه أجمل من الجميل من أبناء الشهداء والشعب الجزائري. أريد تقديم رسالتي إلى السيد حسني رئيس الجمهورية، اللهم اجعل إليه نصيب في هذا العمل. إلى السيد حسني في رئاسية 2024 كرئيس جمهورية. أقدم تحياتي إلى الأمهات وأبناء الشهداء الذين عذبوا في تحرير الوطن، وكل من تعذب من أجل الوطن لكي يسيرون شؤون الشعب والحفاظ على الوطن. صرختي إلى الرئيس الجديد أن يحسن المعيشة من الشعب بالضبط، إلى الجيش، إلى الدرك الوطني، إلى الشرطة، إلى الجمارك والحماية، إلى عمال النظافة، تحسين المعيشة وتطوير في العمل الوظيفي. صرختي إليك يا أشرف الأسياد الجزائرية، وزيادة في الأجور ونقص في المواد المعيشية والأدوات الدراسية وتطوير الدراسة وزيادة معلومات التعليم وجعل العباقرة من الوطن. صرختي إليك أيها الرئيس في إعطاء حق المتقاعدين الجيش والدرك والشرطة. هذا ولد الشهداء نعطوهم حقا، ولكن الدم ولادنا يحموا الشعب من العصابات الإرهابية وتقديمهم أمام الشعب والدولة، ولم يأخذوا حق في زيادات الرواتب الشهرية حتى إلى 70% والحفاظ عليهم
هم الشعب من العصابات، آه، نعطوهم حقهم، لأنهم هم المجاهدين كيف كيف، لا فرق بينهم. وتكليف بالانشغالات الشباب وتوفير مصانع والعمل والإنتاج والاختراعات إلى تقديم في المجال العلمي والتطوير، الأسلحة أسلحة الدفاع عن الوطن، ومنع الاستيراد وكثرة إخراج التصدير آه، من البلد. أدعو إلى الرئيس أن تصل هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية، وإن شاء الله تكون رسالتي واضحة إلى الشعب.